السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 ألا وهو الأدجكتيف. وأدجكتيف يعني إيه يا محترم؟ أدجكتيف يعني الصفات. صلي على النبي وحد الله. وتعالى ما نشوف الصفات دي بتقول إيه. قال لك والله أنا عند حضرتك هنا لما تيجي تتكلم عن الصفة فقال لك الأدجكتيف أول حاجة بتعمل إيه؟ تصف الاسم. طيب غير إن هي بتوصف الاسم بتعمل إيه كمان؟ قال لك والله الصفة غير ان هي تأتي قبل الاسم وبعد أفعال مثل أفعال الحالة. ما تجيب لي مثال يا أبو حجازي. أقول لك كده مثلا إيه؟ He is a good boy. فين الصفة اللي عندي هنا؟ قال لك الصفة اللي عندي هنا هي good. طيب مكانها جه فين؟ قال لك جه قبل الاسم. تأتي قبل الاسم. تأتي بعد أفعال الحالة أو بعد ودي جود أهي ودي فعل الحالة اهوت، فهي جاية بعد فعل الحالة، فإذا الصفة تأتي قبل الاسم وبعد أفعال الحالة وحد الله، لا إله إلا الله. أنا بقى جاي النهارده أتكلم معاك في موضوع مهم جدا جدا جدا، إيه هو؟ قال لك مرحلة التساوي. لو أنا عندي شخصين متساويين مع بعض في حاجة معينة أو في صفة معينة، إزاي أعبر عن درجة التساوي ما بينهم؟ قال لك تعالى أما أقول لك. قال لك والله حضرتك هتمشي على قاعدة. أول قاعدة عندي هتبدأ لي بالطرف الأول، الطرف الأول، والطرف الأول ده هيجي بعده كلمة as، ثم هتجيب لي كلمة أو الصفة بتاعتك، ثم هتجيب لي as تاني، ثم هتجيب لي الطرف التاني. شكلك حاسس إن الموضوع كبير، لا أحب أطمنك أقول لك الموضوع أتفه وأسهل مما تتخيل. هي عبارة عن as الصفة as ويجي قبلها بعدها الشخصين المتساويين في الحاجة. هات لي مثال. أقول لك علي is as طول as سارة. معناه إيه بقى؟ علي بيكون في نفس طول سارة. أدي الطرف الأول، وبعد كده جبت عندي as الصفة as وجبت الطرف التاني. طيب مفيش ابسط من كده يا عم. طب ما تجيب يا عم حاجه ثانيه. قال لك والله لما تيجي تتعامل لو عندك نفي في الجمله، قال لك لو الجمله بتاعتك فيها نفي يمكن استبدال الاز الاولى بسو. يعني ايه؟ يعني ممكن تقول لي كده لو عندك هنا نفي تقول لي ايه؟ از زائد الصفه از، او ممكن تقول لي سو زائد الصفه از. ده في حاله الايه؟ ده في حاله النفي. لو انت نفيت الجمله. طب ما تجيب لي مثال كده. هقول لك حاضر. اقول لك وليكن احمد isn't. فين النفي اهو؟ احمد isn't as. طب انا مش عايز اجيب as، انا عايز اجيب حاجه ثانيه. قال لي هات لي so. يبقى احمد isn't as صح او so صح. وليكن مثلا طول as علي. يبقى انا لما جبت نفي قدرت ان انا استخدم سو او از قبل الصفه عندي، مفيش مشكله. طب وحد الله، لا اله الا الله. انا مش عايز اجيب از الصفه از وعايز اجيب صيغه ثانيه، انا ماليش دعوه. قال لك هجيب لك صيغه ثانيه. قال لك الصيغه الثانيه اللي ممكن نعبر عنها عن التساوي، قال لك هتجيب لي كلمه ذا سيم. وذا سيم يعني نفس الشيء او نفس الشخص. ذا سيم هيجي بعدها بقى ايه؟ الاسم. يعني مش هجيب صفه، لا مش هجيب صفه، وبعد كده هجيب بعدها كلمه ايه؟ از. طب ما تجيب لي مثال يا ابو حجازي. اقول لك كده علي is the same age as آية. يعني ايه؟ علي بيكون نفس عمر آية. فبالتالي جبت الطرف الاول وجبت الطرف الثاني عندي، جبت ما بينهم كلمة the same والاسم as. وخلي بالك انا جبت كلمة age، وايدج هنا اسم. طب ليه جبت الاسم؟ لان ذا سيم بيجي بعدها الاسم. يعني ما ينفعش تجيب اولد، لا ما ينفعش تجيب اولد. ينفع تجيب تور يا ابو حجازي؟ ما ينفعش تجيب تور يا ابو حجازي، لازم تجيب ايه؟ تجيب اسم. طيب صلي على النبي. ده بالنسبه للمرحله قلنا مرحله الايه؟ التساوي. طيب لو انا بقى انسان طبيعي جدا على الله وقررت الاتي، اقارن ما بين شخصين، يبقى عندي الدرجه الثانيه صيغه المقارنه. حضرتك هتقارن ما بين شخصين، حد احسن من حد في حاجه. ولما بقول لك حد احسن من حد في حاجه لازم يبقى عندنا
ملكه معينه الا وهي ايه هي الملكه ديت؟ قال لك انا عايزك تقسم لي السبوره 2، هنتعامل مع نوعين من الصفات. قال لك انا عندي حاجه اسمها صفه قصيره short adjective، وعندي حاجه اسمها صفه طويله long adjective. ازاي اتعامل معاها الشورت واللونج adjectives؟ قال لك الصفه القصيره يا محترم لما احب اجيب لها مقارنه احط لها في اخرها ER ثم كلمه than. وتخلي بالك من حاجه، تقول لي ايه؟ اقول لك ان الاي ار دي معناها اكثر والزان دي معناها من. طيب حاضر نهايه الاثنين. طب انا بقول اكثر من، انا عايز اقول اقل من، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هقول لك ما تخافش. تعال بص هتقول لي كده، هتجيب لي ليس يعني ايه بقى؟ قال لك ليس يعني اقل. كده انت بتحل المشكله يعني ليس زائد صفه قصيره. طب في حاجه هجيب لي زان او هجيب لي اي ار؟ لا مش ينفعش اجيب اي ار بس هجيب زان. طب ليه ما ينفعش اجيب اي ار؟ ينفع اقول اقل اكثر؟ ما ينفعش، ما يرضيش ربنا، تخش السجن على طول. قال لك ايه بقى مثلا؟ علي is taller than سارة. علي اطول من سارة، يبقى دي علي طرف اهو. جبت عندي هنا الصفه قصيره طول ثم هتلاقي ار ثم كلمه زان. طب هو الصفه القصيره دي انا بعرفها منين؟ قال لك الصفه القصيره تنطق من مقطع واحد. يعني ايه تنطق من مقطع واحد؟ نطقتها مره واحده زي طول، بيج، سمول، شورت. خلي بالك ان الصفات اللي اخرها واي تعامل معامله الصفه القصيره. يعني كلمه بيزي مشغول، كلمه وليكن هيفي ثقيل، ايزي سهل، دي صفات اخرها واي ولكن برضو تعامل معامله الصفه الايه؟ القصيره. طب وحد الله، قال لك تعالى نشوف كده. لو انا عايز اعكس، انا قلت هنا علي بيكون اكثر طولا من ساره. لو عايز اقول اقل طولا، لو بدات بساره بقى اقول لك كده ساره is less tall than علي. يعني ايه بقى؟ ساره بتكون اقل طولا من علي او اقل في الطول من علي. طيب يبقى هنا ديت دي نفس معنى دي، ولكن الفرق ان انا بدلت الايه؟ الاسامي. طب ما تيجي نبص على الصفه الطويله قبل ما نخش في اي فنيات. قال لك الصفه الطويله عند حضرتك هي الصفه التي تبدا او التي تتكون من اكثر من مقطع. يعني ايه اكثر من مقطع؟ زي comfortable، beautiful، interesting، colorful. دي اسمها صفات تتكون من اكثر من مقطع، نطقتها على اكثر من مره. طيب تعالى نشوف القاعده بتاعتها بتقول لك ايه. قال لك الصفه الطويله هتجيب لي قبلها كلمه more يعني اكثر. هتجيب لي قبلها كلمه less يعني اقل. وبعد كده تجيب لي الصفه الطويله ثم تجيب لي بعدها كلمه ايه؟ قال لك والله هجيب لي بعدها كلمه زان. يبقى مور او ليس والصفه الطويله زائد زان. طب ما تجيب لي مثال من هنا الاثنين. اقول لك كده جولد الذهب is more expensive than silver. معناه ايه بقى؟ ان الذهب بيكون اكثر غلاء، اكثر في السعر من الفضه. فانا اذا قدرت ان انا اعمل ايه؟ اقارن ما بين الذهب والفضه بصفه طويله اللي هي اكسبنسيف، اجيب قبلها مور وبعدها زان عشان احطها في صيغه المقارنه. طب وحد الله، لا اله الا الله، انا عايز اعكس. هتقول لي كده تبدا بسيلفر، فانا اقول سيلفر از ماذا بقى؟ ليس اقل، اكسبنسيف زان اقل ثمنا من الجولد الذهب. يبقى انا كده قدرت استخدم مره لسه عادي، مره عادي على حسب المعنى اللي انا محتاجه. طب وحد الله، لا اله الا الله، كده انا قدرت افرق ما بين نوعين من الصفه، وعندي الفرق بين القصيره والطويله، قادر ان انا اعمل مقارنه. انا جامد انا زي الفل، انت شاطر جدا جدا جدا. طب تعالى ما نخش في الاجمل منه. قال لك دلوقتي حضرتك قاعد وعايز تقول لي مثلا فلان اطول بكتير قوي 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 من فلان، او عايز تقول لي فلان اطول قليلا من فلان،
اقولها ازاي؟ تعالى يا محترم اما احكي لك حكايه. قال لك حضرتك قبل ما تجيب لي حته ثانيه بقى، بص، سواء ديت او ديت، دي اسمها بعضها صفه مقارنه. اسمها بعضها صفه ايه يا محترم؟ مقارنه. يعني الصفه اي ار دي اسمها صفه مقارنه، مور او ليس قبل الصفه اسمها صفه مقارنه. قال لك حضرتك هتجيب لي صفه المقارنه وهتستخدم قبلها حاجه من الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي دي. زي مين بقى يا معلم؟ قال لك كلمه زي كلمه فار او ماتش او رازر او ابت او ليتل او even او slightly. قال لك حضرتك الصفات او الكلمات اللي قدام حضرتك دلوقتي دول بالراحه وباختصار يتم استخدامهم لبيان درجة المقارنة. يعني حضرتك عندك مقارنة، هات مثال وبعد ما اجيب المثال وريني انت ازاي بينت لي درجة المقارنة. حاضر، من هنا الاثنين انت بتختبرني يعني؟ لا ده انا جامد. اقول لك ايه بقى؟ سارة is far taller than آية. يعني ايه الكلام ده؟ سارة بتكون أطول بكتير من آية. طب يعني ايه اللي حصل؟ قال لك كلمة فار جت بينت لي ان درجة المقارنة واسعة كبيرة، فقال لك هي أطول بكتير، مش مجرد أطول بس، لا ده أطول بكتير. طب لو عايز أقول أطول قليلا أقول لك بت تولر. طب ما تجيب مثال تاني يعني ما حبكتش دي. حاضر، من هنا الاثنين أقول لك كده، وليكن مثلا wood الخشب is a bit more expensive than plastic مثلا. اقول لك ايه؟ ان الخشب، ماذا يا عم الخشب يا عم؟ اجدع ناس. قال لك الخشب بيكون اكثر غلوا قليلا، يعني اكتر غلوا من البلاستيك بس قليل، مش اكتر قوي، لا اكتر قليل. يبقى انا بينت درجه المقارنه باستخدام مين؟ كلمه ابت. يبقى الكلمات دي يا محترم تبين درجه المقارنه عند المحدث عن المقارنه بين طرفين، ان حد احسن من حد في حاجه. ده بالنسبه لدرجه المقارنه. تعالى اما نخش رقم 3 نشوف صيغه التفضيل، ومهمه جدا جدا صيغه التفضيل دي. يلا بينا. صيغه التفضيل بقى، صيغه التفضيل بتعبر عن ايه؟ قال لك يعني ايه صيغه التفضيل اصلا؟ قال لك صيغه التفضيل ديت معناها ان انا بفضل واحد على مجموعه، يعني مش مجرد واحد احسن من واحد، لا ده واحد على مجموعه. يبقى مقارنه او تفضيل واحد بمجموعه. طيب تعالى نجيب يا عم نشوف الصيغه برضه. قال لك والله انا برضه هقسم البلد نصين، صفه قصيره وصفه طويله. طيب وبعدين يا ابو حجاز؟ قال لك والله هتعمل ايه حضرتك؟ قال لك الصفه القصيره هتجيب لي قبلها زائد وهتجيب لي بعدها EST. كده انت عملت التفضيل بتاعك بتاع الصفه القصيره. بس كده؟ بس كده. طب ما تجيب لي مثال. هقول لك كده اهو، بص، وليكن ووتر ميه از ذا، وليكن مثلا احنا عايزين نجيب صفه قصيره. استنى نجيب حاجه ابسط. نجيب يا عم وليكن، اقول لك وليكن علي is the cleverest boy in the class. علي بيكون اذكى ولد في الفصل. فجبت هنا صفه كليفر، جبت قبلها ذا، جبت بعدها الاي اس تي. كده انا كلامي تمام، انا ماشي مظبوط جدا جدا جدا. طب صلي على النبي.
الصفه الطويله بقى، قال لك الصفه الطويله هتجيب لي قبلها، هي اصلا طويله لسه هحط لها اي اس تي، قال لك لا هتحط قبلها ذا موست او ذا ليست، يا اما ذا موست معناها الاكثر يا اما ذا ليست معناها الاقل، ثم هتجيب الصفه الطويله. لما تجيب لي مثال اقول لك هنا الاثنين، اقول لك ووتر دي كنت هنكتبه هناك بقى، ووتر is the most important liquid in the world. يعني بيقول لك الميه هي اهم سائل موجود في العالم. كده انا بقارن ما بين مين ومين؟ بقارن ما بين الووتر الميه وما بين اي سائل تاني موجود في العالم. يبقى اذا كده بقارن ما بين واحد ومجموعه، بقارن ما بين واحد ومجموعه. طب وحد الله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى بقى انت كده خدت الاساسيات، تعالى ناخد شويه فنيات. والفنيات اللي هنتكلم عنها دلوقتي انت كده خدت اصلا الثلاثه الاساسيين اللي هو التساوي ماشي، خدت المقارنه ماشي، خدت التفضيل ماشي. هناخد بقى حاجه مهمه جدا 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 عن المقارنه، وحاجه مهمه جدا 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 عن التفضيل. يبقى انت كده بقيت جامد في الصفات، تنام في بطنك بطيخه صيفي. تعال نشوف الفنيات اللي انا عايز اقول لك عليها. بتقول لك ايه الفنيات دي بقى؟ صلى على النبي. قال لك والله حضرتك ممكن واحنا بنتعامل مع المقارنه من الدرجه الثانيه اللي هي مقارنه ما بين شخصين او طرفين اتنين بس، نعمل حاجه صغيره. ايه هي؟ قال لك وانا ممكن استغنى عن ذان. قلت له ممكن تستغنى عن ذان. طب امتى تستغنى عن ذان؟ تعالى اما اقول. قال لك جيب المثال ده كده معايا وشوف الدنيا ماشيه ازاي. يقول لك اوف ذا تو براذرز، يعني من الاثنين الاخوات دول علي is ذا وليكن تولر، علي بيكون الاطول. قال لا الحوار فين ذان؟ انا متعود على تولر ذان، تولر ذان. ايه اللي حصل؟ قال لك هنا انا بجيب ذان بمعنى ايه؟ بمعنى من. طيب حاضر، طب من ايه؟ بيقول لك علي اطول من ساره، ساره اقصر من احمد، احمد من محمد، من يعني ايه؟ يعني بعد من ديت بجيب شخص، بجيب طرف تاني. طب لو الطرف التاني ده مش موجود ما تجيبش ذان. يعني لو مفيش طرف تاني بعد صفه المقارنه ما تجيبش ذان. زي ما عملت هنا، قال لك عند ذكر طرفي المقارنه في ناحيه واحده من الجمله نستخدم صفه المقارنه بدون ذان. انت هنا مش محتاج تجيب ذان يا معلم. طيب ايه كمان؟ قال لك هات لي قاعده ثانيه تكتب هنا الاثنين. اقول لك مثلا وليكن ذا weather is getting hotter and hotter. يعني ايه؟ قال لك الطقس واخد بال حضرتك بيزداد حرا فحر. يعني ايه؟ حراره بتزيد. قال لك عند ذكر الزياده التدريجيه، دي الزياده التدريجيه في صفه معينه نستخدم صفه مقارنه and صفه مقارنه. طب بدون ذان يعني؟ بدون ذان. هنا جبت ذان؟ لا. قلت هوتر اند هوتر ذان مثلا؟ لا، هوتر اند هوتر. طيب تعالى نجيب واحده كمان. قال لك والله حضرتك انا عندي صيغه مهمه جدا جدا جدا، جت في امتحانات، عد على قد ما تقدر زي ما انت عايز تقول قول. قال لك الصيغه دي اسمها صيغه كلما. كلما يعني ايه كلما؟ كلما هات مثال يعني. حاضر، اقول لك ذا more you study، ماشي، the higher marks you get. الصيغه دي عباره عن ايه؟ قال لك حضرتك هتجيب لي الصيغه دي عباره عن ذا زائد صفه مقارنه، وترجع تاني تكمل جملتك عادي، وبعد كده تبدا الجمله الثانيه بذا زائد صفه مقارنه، ويبقى معناها كلما. كلما معناها ايه بقى؟ كلما ذاكرت اكتر كلما حصلت على درجات اعلى. فحضرتك بدات هنا بذا،
زائد صفه المقارنه مور، ثم جبت ذا زائد صفه المقارنه هاير. طيب يا معلم، طب ما تيجي تشوف كده بعد صفه او صيغه كلما هوريك صيغه ثانيه جميله جدا جدا جدا. بتقول لك ايه بقى الصيغه دي يا محترم؟ قال لك we bought a bigger house. يعني ايه؟ ده لما يحب يضحك عليك يقول لك احنا اشترينا بيت اكبر. تقول لي انت جبت لي بيجر اهي. طب انا جبت لك بيجر يعني صفه مقارنه يعني صفه مقارنه يعني. طب فين زين؟ قال لك انا مش هجيب هنا زين. قلت لي ليه؟ قال لك لانك مش هتذكر الطرف الثاني. يا عم انت جايب بعدها اسم اهي. قال لك ده مش طرف ثاني، انا بقول لك انا اشتريت بيت اكبر. امال فين الطرف الثاني يا مصطفى؟ دور عليه كده، فين الطرف الثاني؟ قال لك الطرف الثاني موجود فين؟ قال لك هنا. انا اشتريت بيت اكبر من اللي كنت عايش فيه. يعني ايه؟ انا كنت عايش في بيت واتنقلت لبيت ثاني، فلما تقابلني كده تقول لي انت ايه يا عم رايح فين؟ والله انا رايح البيت الجديد. ده معناه ان كان في بيت ايه؟ في بيت قديم. فبالتالي انا عندي هنا ده الطرف الثاني مفهوم من سياق الكلام فمش موجود في الجمله، فجبت صيغه مقارنه من غير ايه؟ من غير زين، فرحت جبت بيجر على طول. تمام؟ بيجر هاوس. اقول لك مثلا وليكن اللهم صل على سيدنا محمد فاستر كور. انا اشتريت عربيه اسرع. عربيه اسرع من ايه؟ من العربيه اللي فاتت وهكذا. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك حضرتك برضو لما بتيجي تتعامل مع صيغه المقارنه بتاعتك ضروري جدا 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 تاخد بالك من فكره ذا. ايه هي ذا دي؟ هو انا ذا ديت اصلا مش كانت بتيجي مع صيغه التفضيل؟ طب انا خدت بالك في الكام مره اللي انا قلت فيهم دول امتى جبت ذا مع المقارنه؟ ما خدتش بالك؟ انا جبتها مع كلما حصل. قلت ازاي صيغه مقارنه زي صيغه مقارنه. وجبتها مع اول مثال خالص لما كنت بتكلم عن ايه؟ لما كنت بتكلم عن طرفي المقارنه في ناحيه واحده من الجمله. تعالى ما افكرك اهي. قال لك لما كنت بتكلم عن طرفي المقارنه في حته واحده من الجمله فجبت قبل صيغه المقارنه ذا. طيب الله، يعني دي ذا هنا اهي. ولما جيت كده على صيغه كلما جبت برضو ذا قبل صيغه المقارنه. يبقى اذا يمكن استخدام ذا قبل صفه المقارنه في الحالتين دول، اللي هو يا اما حضرتك بتتكلم عن طرفين المقارنه في ناحيه واحده في الاخر هتجيب لي ذا زي صفه المقارنه عادي، يا اما حضرتك كنت بتتكلم عن صيغه كلما في الحاله دي هتجيب لي ذا صفه مقارنه والجمله الثانيه تبقى ذا صفه مقارنه. ده بالنسبه لبعض الملحوظات الصغيره عن المقارنه. تعال نقول لك كم ملحوظه صغيره برضو عن التفضيل. قال لك حضرتك لو انت بتحل معايا او شغال معايا على التفضيل فمطلوب منك الاتي. قال لك انت الغي من صيغه التفضيل ذا. يعني ايه؟ انت اعمل كده، اقول لك مثلا this is my best book. I have never I have never بلاش سيبك من ده كله، خلينا عشان ما تلخبطش نفسك. خلينا لحد هنا بس عشان عايز اركز بس على فكره واحده بس دلوقتي. This is my best car او best book. يعني ايه؟ قال لك فين ذا؟ انت جايب لي ماي هنا. قال لك لو جبت لي قبل صيغه التفضيل اللي هي بيست مثلا، لو جبت قبل صيغه التفضيل بتاعت حضرتك صيغه ملكيه او صفه ملكيه ابوستروف اسم ملكيه، في الحاله ديت ما تجيبش ذا. يعني لو جبت لي قبل صفه التفضيل بتاعك ماي، يور، اور، زير، هير، هيز، واخد بال حضرتك؟ دي اسمها صفات ايه؟ صفات ملكيه، ما تجيبليش ذا. طب لو جبت لي ابوستروف اسم ملكيه ما تجيبليش ذا. طيب امتى كمان اقدر ما اجيبش ذا؟ قال لك لو ذكرت اعداد ترتيبيه. لو ذكرت اعداد ترتيبيه. يعني ايه اعداد ترتيبيه؟ اقول لك مثلا وليكن ذا فيرست، ذا سكند، ذا ثيرد. اقول لك ايه مثلا وليكن this او مثلا اقول لك ايه؟ علي is the second. وليكن مثلا ايه مثلا fastest boy in the class. علي بيكون تاني اسرع واحد في الفصل. فبالتالي عندي انا جبت ذا سكند، اسمه عدد ترتيبي
قال لك الاعداد الترتيبيه دي يا محترم لو جت قبل صيغه التفضيل تشيل لي ذا وتحطليش اي حاجه قبل صيغه التفضيل. يعني هنا مش عايز اجيب ذا بقى، خلاص كده انا تمام، هنا كده مش محتاج ذا. فاذا حضرتك وانت بتتعامل مع التفضيل ضروري تاخد بالك امتى مش هتحتاج ذا. يبقى قلت لك لو جت قبلها قبل التفضيل، لو جه قبله ملكيه او ابوستروف اس ملكيه، او جه صفه ملكيه، او لو جه قبله اعداد ايه؟ اعداد ترتيبيه. خلي بالك بقى من كلمه موست. موست ديت ممكن تيجي بمعنى جدا، تيجي بمعنى جدا. فاقول لك ايه مثلا؟ اي لايك مو صلاح موست، يعني اللي هو انا ايه بقى؟ انا بحب محمد صلاح جدا، واخد بالك؟ او ذا موست وهكذا. طيب تخلي بالك برضه من حاجه بسيطه جدا صغيره جدا، الا وهي الصفات الغير منتظمه. انا عندي كام صفه كده غير منتظمه عايز تخلي بالك منهم. اهمهم كلمه جود، كلمه باد، كلمه فار، كلمه ليتر. لا ايه الحوار؟ قال لك جود صيغه المقارنه منها هتبقى بيتر، يعني مش جودر مثلا، قال لك لا تبقى بيتر ذان. طب باد تبقى وورس. طب فار هتبقى حاجه من اتنين، يا اما فارذر بالاي يا اما فارذر باليو ومعناها ابعد. طيب افرق بين الاثنين دول ازاي؟ قال لك فارذر باليو ديت ممكن تيجي بمعنى كلمه اضافي بتساوي كلمه اكسترا، وفارذر برضه تيجي بمعنى ابعد، فاذا تيجي لها معنيين. طب كمل معايا يا محترم. قال لك كلمه ليتر قال لك هتيجي بمعنى، والله حطها بص اللي هنقول بقى ليت بس الاول، والدرجه الثانيه منها هي اللي ايه؟ ليتر. قال لك ليتر وعندي كلمه اسمها لاتر. وايه الفرق بينهم الاثنين؟ قال لك بص يا معلم، كلمه ليتر ديت اللي هي سي يو ليتر رقى فيها بعد رقى لاحقا لو بعد ذلك. طيب لكن لاتر دي بقى معناها ايه؟ قال لك لاتر دي معناها الثاني. فاقول لك مثلا I like apples and bananas but the latter fruit is my favorite. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك انا بحب التفاح وبحب الموز، ولكن ذا لاتر فروت يعني الفاكهه الثانيه اللي هي مين؟ الفاكهه الثانيه ديت اللي هي البنانز از ماي فيفورت، بتكون مفضله بالنسبه لي. فاذا كلمه لاتر هنا جاب بمعنى ايه؟ الثاني او الاخر، الحاجه الثانيه او الحاجه الاخرى اللي انا بتكلم عنها. طيب صلي على النبي، كمل معايا حضرتك مع الصفات الغير منتظمه ديت. قال لك حضرتك لو بنتكلم عن جود قلت بيتر، فالدرجه الثالثه منها هتبقى ذا بيست. طيب باد الدرجه الثالثه منها هتبقى ذا وورست. طيب حضرتك كلمه زي فار هتبقى ذا فارزست، سواء بالاي او باليو. طيب ذا ليت هتبقى ليتست، ذا ليتست. وتخلي بالك من حاجه اسمها ليست LEAST على الاقل، يقول لك ات ليست على الاقل، تمام؟ لكن هنا ايه؟ ليتست اللي هو الايه؟ الاحدث او احدث حاجه او اخر حاجه حصلت. ده بالنسبه للصفات الغير منتظمه او الصفات الشاذه. هنا لحد هنا هنكون خلصنا شرح اليونت كامله بكل التفاصيل البسيطه اللي فيها، ببعض الفنيات المهمه جدا جدا، بافكار الامتحانات، بكل حاجه ممكن تقابلها في الوحده ديت عن سواء الصفات لو انت حضرتك في ثانيه ثانوي، او عندك برضو في ثالثه ثانوي الصفات والماضي التام. فلو وصلت لحد هنا فاتمنى ان انت تكون مبسوط وتكون فاهم الدنيا جدا جدا جدا، واتمنى برضو انك تقول لنا رايك في الكومنتس تحت، التعليقات، تقول لنا وجهه نظرك، عاجبك ايه؟ مش عاجبك ايه؟ محتاج ايه؟ عندك سؤال؟ ما عندكش سؤال؟ الدنيا تمام؟ الدنيا مش تمام؟ عرفنا علشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. وبرضو استنى منك الدعم الكامل، حضرتك تعمل لنا شير، سبسكرايب، لايك، فعل زر الجرس. السلام عليكم.